الجزائريين هما اللي علموا المشارقه اللغه العربيه. هذا جزائري اللي علم ابن مالك، اللي ابن مالك علم العرب. هذا ابن المعطي اللي كان قرا ودرس في بجايه، ومن بعد راح للمشرق درسهم في جامعه تاع دمشق وقراهم، وهو اللي علمهم في القاهره في دمشق قواعد اللغه العربيه. انت تتكلم جد؟ لا حول ولا قوه الا بالله، والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد. علموا الجزائريين اللغه العربيه، انا نظن العكس. اسمع يا قزي القرد، انت لا مصر، انت كان زمانك لحد دلوقتي قاعد ولايه فرنسيه. اما بالنسبه للغه العربيه اللي انت علمتها لي، لولا البعثه، مش مصر بس هي اللي علمتك العربيه على فكره كمان، لا ده كان في متطوعين فلسطينيين من فلسطين المجيده، وكان في متطوعين سوريين. ما ده حاجه عجيبه، يعني لازم تجيبوا الكلام لنفسيته يعني.